ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بعمل معاكم وصفه حلوه قوي قوي، كنتاكي بقى بس على طريقتي انا كده زي ما انتم شايفين. لا هنحش لبن ولا اي حاجه. اول حاجه كده هجيب دوانح بقى او دبابيس او قطع فراخ انت عاملاها، هتبداي زي ما انت شايفاها تغسليها كويس وتروحي طبعا حط عليها بصل. ايوه بصل. بصوا بقى جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي، بجد اختراع وكان طعمها تحفه جدا جدا. انا بقى بتبلها ببصلايه وبحط لها فلفل وبهارات، فلفل اسمر وبهارات، وبحط لها بابريكا وثوم باودر وبصل باودر، وبحط لها مستردة وملح وسنه شطه صغيرين، وببدا بقى زي ما انتم شايفين كده واحطها بقى كده وابدا الفها معايا بكل التوابل ديت، واركنها كده يجي ساعه، او عايزه تعمليها من قبلها بيوم من بالليل يعني وتعينيها في الثلاجه بتبقى تحفه يا جماعه، او تعمليها مثلا قبلها بساعه او نص ساعه حسب ما انت عايزه. المهم تبقى خطيره. عملت شويه رز كده زي ما انتم شايفين جنبها، وحطيت دي ميه بتتغلي عشان انا هسلقها نص سلقه. هتسلقيها يا امير دي بطريقتي عشان انا ما بحبش الفراخ يعني احطها في الزيت مباشره كده، بقرف منها، ما بحبش الاقي في العظم في دم او احس ان اللحمه نيه شويه، فانا بديها نص سلقه كده زي ما انتم شايفين بكل التوابل بتاعتها دي. يا سلام بقى على شويه الشوربه دول، حطي كل التوابل اللي انت نقع فيها الفراخ بتاعتك. وفي الشوربه ديت بتبقى حاجه كده وهم شويه رز كده اصفر بقى، انا عاملاه رز مصري عشان انا ما بحبش الرز اللي هو التاني دوت. المهم يعني انا اسمه مش في دماغي دلوقتي. بقى زي ما انتم شايفين كده هسيب بقى من شويه الشوربه الجميل بقى شويه الرز او الرز البسمتي. عندي هنا جوزي وعيالي ما بيحبوش